السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. شايفين بقى التحفة الفنية دي؟ عاملين صينية جلاش بقى كبيرة كده ما شاء الله. يعني لمناسبة، تنفع بقى أي مناسبة عندنا نعملها. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. أنا عاملة هنا كيلو ونص جلاش. جبت انا جايبه جلاش من اللي هو اللي بيبقى سايب ده. مش اللي هو المجمد ده، يعني ده بيبقى حلو في الجلاش معايا، سواء بالجلاش الحلو او الجلاش اللي باللحمه او اللي بالجبنه يعني. فالنتيجه بتطلع معايا حلوه، والجلاش زي ما احنا شايفينه كده سليم وحلو ومش مهري، وبيبقى صابح وحلو. انا عامله هنا، بعمل هنا ورقتين على بعض، بحط الورقتين كده على بعض وبحط فيهم المكسرات. معايا المكسرات سوداني وزبيب وجوز هند. طبعا طحنه السوداني، محمصه السوداني وطحناه علشان يبقى طعمه حلو في الوصفه معايا. وحطيت عليه معلقه شربات من اللي عاملاها للجلاش. انا هنا عامله الشربات طبعا، ومجهزاه قبل ما اشتغل في الجلاش، وبرد تماما علشان لما اخلص الجلاش معايا اسقيه بالشربات يكون بارد. الشربات تقيل، كوبايتين السكر لهم كوباية مية وعصرة ليمونة. احنا هنا عاملين الكمية، فانا عاملة هنا ايه، كمية شربات كتير. لفيت بقى اللي احنا شايفينه كده، ده اللف اللي هو العادي بتاعنا. مليت بقى الصاج كده بالشكل ده. هيفضل بقى اللي الجنب التاني من الصاج هنعمله بالشكل التاني اللي هو شكل ايه، الخلية، شكل خلية النحل كده، اللي هو اللي بيبقى البورمة الملفوف اللي بيجي بقى في الأطباق المشكلة اللي بتبقى بشيء وشويات أسعار يعني. طبعا احنا عارفين الحاجات الحلوة عدد غالية جدا، فهنعملها بتكلفة يعني يعتبر بنص التكلفة في البيت. زي ما احنا شايفين كده انا هعمل، هاخد ورقة من الجلاش هقسمها نصين، والنص بقى هطبقه على بعض كده وهعمله على ايد المعلقة الخشب معانا كده زي ما احنا شايفين. ممكن نعمله على ايدينا، بس انا حبيت اعمله على المعلقة كده علشان نشوف ايه اللفة بالظبط بتيجي معايا ازاي كده زي ما احنا شايفين. هتدينا نتيجة حلوة وشكل جمالي كمان لطيف يعني. ينفع معانا بقى في العزومات، ينفع معانا في المناسبات الحلوة كده. يعني ايه، اللفة ما بتاخدش وقت، على طول بالمعلقة كده زي ما احنا شايفين. وهلفها وهحشيها برضو بنفس الحشوة اللي احنا عاملينها، اللي هي السوداني وجوز الهند والزبيب. طبعا اي مكسرات انتوا حابين تعملوها مفيش اي مشكلة خالص. احنا واخدين اقل التكاليف علشان تدينا نتيجة حلوة وطعم جميل كمان. هحشيها برضو بنفس الحشو اللي احنا حشينا بيها الرولات الاولانية. يعني نفس الحشو بالطريقة اللي احنا شايفينها كده في الحتت المفتوحة. بعد ما اخلص بقى الكمية زي ما احنا شايفينها كده كلها، هسقيها بقى سمنة سايحة معايا. طبعا ما نبخلش، الصينية كبيرة ما شاء الله، فهتاخد معايا كمية سمنة حلوة لحد ما يعني بالتقريب كده اخدت حوالي نص كيلو سمنة او اكتر شوية. يعني انا بسقي جلاش كده، السمنة اهم حاجة في الحلويات، السمنة وبشرب سمنة كويس بيطلع معايا نتيجته حلو. في الاثناء دي طبعا انا مولعة الفرن بقى علشان ادخله على فرن سخن. انا هنا هقطع الرولات اللي انا عملتها كده من النص، وكل نص هقطعه 2 علشان يطلع معايا تقطيعة متساوية كده زي ما احنا شايفين. بالطريقة دي متساوية ومظبوطة وشكلها حلو ما شاء الله. ادخلها بقى الفرن تاخد لون من فوق ومن تحت، وهطلعها اسقيها بالشربات البارد على طول زي ما احنا شايفين كده. طلع هي كده شربت الشربات بتاعها وبردت ما شاء الله، تحفة فنية. انا ما طلعتش منها علشان دي كانت راحة عزومة، راحة مناسبة يعني. كل سنة وانتم طيبين كده، وعقبال عندكم كلكم يا رب، وربنا يسعد ايامكم. جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت تنسوناش في لايك وشير. سلام عليكم.